النسائيه بعدين بنخليهم يفوتوا على هذا المجال، انه كل مره يكون عندها اقتصاد. هلا مشاريع صغيره كثير الحركه بتقدم لنا اياها، مثلا في مشاريع شلون بدنا نقول، في وحده بدها تفتح ورشه خياطه، اول شيء لازم ما تكون لوحدها، لازم تكون مثلا عائلتين وثلاثه، تنتين من نسوان او ثلاثه، ليش؟ مشان هالنسوان يحسنوا يديروا بيتهم، يوقفوا جنب بعض ويكملوا، بيكون نسبه من الحركه حيطه مصاري، والنسبه الثانيه مثلا بيكون منكم، مثلا انتم ثلاثه متفقين بين بعض. الله يعطيكم العافيه، كملتوا 10 ايام معنا. اليوم رفيقتنا اداريه شيخ مقصود المراه حابه تختم مع رفيقات التدريب. من البدايه بنرحب بالسيدات المتواجدات معنا رفيقاتنا العزيزات. اليوم اختتام الدوره اللي تم افتتاحها منذ 10 ايام، دوره الشهيده عفرين خلف. مباركه عليكم الاول، مباركه على الشهداء، مباركه على امهاتنا اللي دائما عم يناضلوا بكل الرجال، مباركه على القائد عبد الله اوجلان اللي هو صاحب هي النظريه وهذا الفكر اللي نحن كل يوم عم نمشي عليه وعم نحاول نثبت حالنا او نثبت خطانا كنساء في هذا المجتمع اكثر واكثر. طبعا في ظل الاوضاع السياسيه اللي نحن عم نمر فيها دائما في تناقضات، في صراعات مستمره على الساحه السوريه بشكل عام، كل يوم عم تزيد، ولكن الحرب اللي صار 15 سنه عم نعيش حرب وخطوره كبيره عم تعاني منها النساء اكثر شيء. طبعا بعد مرور ال 15 سنه نحن هلا في ظل هال 15 سنه ظلت المراه السوريه وخاصه المراه الكرديه مثابره ومناضله بنضالها اللي حتى تقدر تثبت حالها، تثبت هويتها، تثبت وجودها في ضمن هي الثوره وتاخذ مكانها يعني اللي لايق فيها لحتى تاخذه ضمن هذه الثوره. الصراعات العالميه كلياتها نحن عم نشوف انه النساء دائما عم يعانوا، وهن خاصه من الحروب، يعني اكثر من يدفع ثمنهم النساء، سواء بالتشرد، بالنزوع، بالهجره، بفقدان فلذات اكبادهم، يعني انه بصير في تاخر عن مواكبه عجله التطور، بصير في انشغال، في خوف حتى تامن مستقبل لاولادها، مستقبل لذاتها، حتى تكمل. يعني في كثير انحرموا من دراستهم، في كثير انحرموا من العيش بحياه طبيعيه بسبب الحروب هي. فهي الحروب رح تضل مستمره، واكثر حدا عم يتضرر من الحروب هي المراه، بس لما تكون المراه واعيه، لما تكون المراه منظمه، لما تكون المراه على قدر من المسؤوليه تقدر يعني تستوعب وتحيط وتفهم، تستفهم كل اللي حواليها، تقدر تكون عندها الطاقه هي، وقتها بيكون بيطلع القوه عندها. هي هدفها الاساسي توعيه المراه من الناحيه الذهنيه، من الناحيه الفكريه، من ناحيه انه تعرف شو اهميه التدريب لحتى تقدر تتعرف كمان على فكر المراه، تتعرف على السبل والوسائل اللي منعت المراه لحتى تاخذ دورها الاعتيادي والريادي في قياده المجتمع. فلهيك نحن اليوم بنرجع نهنيكم بمناسبه هاي الدوره هاي. طبعا ايام كانت بلكم كان في عشت تناقضات، يعني من الاسئله راحت وجت براسكم انه نحن كيف فينا نكون فاعلين؟ نحن ليش دائما نقول انه نحن لازم نطالب بحريه المراه؟ يعني هاي التناقضات اللي هي كانت اساس لحتى توصلوا للحل، لحتى توصلوا للحل الصحيح اللي نحن عم ندور عليه. فالانسان ببدايه عمره لحتى بنهايه عمره بضل في عنده هذا البحث لحتى يوصل للحقيقه، الحقيقه المغيبه اللي اخذها منا، اللي سلبت منا، الحقيقه انه هي المراه هي نواة المجتمع، الحقيقه انه هي المراه هي كانت ولا زالت العنصر الاساسي في المجتمع اللي بدون وجودها ما بيكتمل المجتمع، ما بتصير حياه ولا بتصير بعمليه بناء ولا بتصير اي شيء نحن عم نحكي عنه. كل دقيقه وكل ثانيه يعني حتى نحن دفعنا شهيدات غاليات مثل الشهيده عفرين خلف وامثالها، الالاف من الشهيدات النساء اللي فضلوا انه يعيشوا بكرامه، فضلوا يحاربوا، فضلوا ينشروا فكر، فضلوا مو بس يحاربوا بسلاحهم، لا حاربوا بنشر التنظيم، بنشر الوعي، بنشر فكر حريه المراه في كل مكان. فنحن نحاول نحن كمان نكون مثل نمشي على خطى هدول الشهداء اللي كانوا الاساس لنا حتى نحن نكبر، تنظيمنا اكبر واكبر. فهون اتمنى الرفيقات كمان يضلوا يعني نحن عندنا الشهداء شيء مقدس، وهي الدوره هديه للشهداء ولفكر القائد عبد الله اوجلان ولكل النساء يعني الراغبات والتواقات للحريه اللي دائما بيتمنوا يعني يكبر مفهوم الحريه اكبر واكبر. ونتمنى لكم التوفيق بحياتكم، وبنشكركم على الروح الرفاقيه اللي قضيتوا فيها التدريب، اللي كان في نوع من الانسجام، نوع من التفاهم، نوع من يعني الاحترام
اللي دائما بتمثل شخصيه المراه وجوهر المراه الاساسي. فبتمنى هذا الشيء دائما يكون مو بس فقط فتره التدريب، يستمر على شكل مطول. اعطونا ثقه بحالنا واعطونا شيء نحن ما كنا بنعرفه متوقع، خلونا نحن نوقع على شيء انه نحن ما كنا متوقعينه، انه مستحيل نوصل لهذا المجال. وكنا نحن واجينا لهون كان شخصيه ضعيفه، كان افكار سلبيه، اعطونا افكار ايجابيه، خلونا نحن نعرف ذاتنا ونعرف جوهرنا من جوا. كل ما نشوف حدا نعطيه كمان توعيه، كمان نعطيه ثقه بحاله. وكمان انا بتشكر كثير القائد عبد الله اوجلان على هالثقه اللي اعطانا نحن بحالنا، واللي اعطانا الحق لحتى ندافع عن حالنا. وعن جد الشكر لكل الرفقات والشكر لعبد الله اوجلان، انا كثير ممنونه له وكثير بتشكره على هذا يعني شلون لما ارجع على البيت بحكي مع اولادي احس هيك يعني اني صرت فهمانه اكثر. راحه نفسيه. ايوه بحس حالي لحالي يطلع معي هيك